السلام عليكم. تعالى يا صاحبي اقول لك على خطأ اكترنا بيقع فيه واحنا مش واخدين بالنا ان لو تجنبنا الخطأ ده الله عز وجل هيكافئنا بمكافأة كبيرة جدا، لدرجة ان ربنا هيدعوك انت يوم القيامة عشان يكافئك بالمكافأة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قزم غيظه وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة ليخيره من الحور العين ما شاء. طب يعني ايه بقى الكلام دوت؟ اخواتي العصبيين، اخواتي اللي بيعاركوا دبان وشهم، بقول لك يا صاحبي ان انت لو مسكت نفسك وقت العصبية او مسكت نفسك وقت غيظة، مكافئتك عند ربنا ان ربنا يدعوك يوم القيامة ليخيرك من الحور العين ما شئت. واحد قال كلمة وعصبتني، واحد عمل حركة وعصبتني برضه، وانا عارف ان انا لو قمت للشخص ده هيزعل مني جدا. موضوع اللي انت تمسك نفسك في موقف زي ده عشان ربنا وعشان انت بس سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قزم غيظه، يعني اللي مسك نفسه وقت العصبية عشان ربنا دعاها الله عز وجل يوم القيامة ليخيره من الحور العين ما شاء. ايوه، طب انا عمال اتكلم على الحور العين ومش الحور العين. طب هم مين حور العين دول اصلا؟ بص، اولا يا صاحبي حور العين دول نساء الله عز وجل خلقهن لعباده المؤمنين الذين كانوا يطيعونه في الدنيا. ولقيت لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حاجة كده من جمال حور العين دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت على اهل الارض لأضاءت ما بينهما. طب يعني ايه الكلام ده؟ بمجرد ان واحدة بس من نساء اهل الجنة، نساء اهل الجنة المقصود هنا يعني حور العين، واحدة بس من حور العين دول بصوا لأهل الأرض، بصوا لكوكب الأرض اللي احنا قاعدين عليه ده، هيملوه نور من شدة جمالهم. أيوة، هم دول حور العين اللي ربنا هيعطيهم لك مكافأة لو أنت مسكت نفسك وقت العصبية. يا جماعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة، يعني واحدة بس من حور العين، بصت لكوكب الارض ده هتملاه نور. انتوا متخيلين الجمال فالواحد محتاج اللي هو يمسك نفسه، الواحد محتاج اللي هو يمسك نفسه وقت الغيظ ووقت العصبية. ان الله عز وجل قال في كتابه الكريم، مش فاكر الآية كلها يعني، قال: والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، مش فاكر بقى اللي بعديها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. قوي فعلا، مش اللي هو من اقل كلمة يقوم يكسر ويضرب ويعمل، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوي فعلا اللي هو بيقول على نفسه قوي، او اللي هو شايف نفسه قوي. قيس نفسك، انت بتعرف تمسك نفسك وقت الغضب ولا؟ واللي مش صدق الكلام دوت يجربه مع نفسه وقت العصبية كده. لو عرفت تمسك نفسك اعرف فعلا ان انت قوي الشديد. ودوت مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده، فما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية والإسلامية، اليمن ولبنان وفلسطين وكل الدول العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.